السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا جايلكم بفيديو جديد. هعمل معاكم بقى المكرونه البشاميل، جوسي كده وطعمها تحفه. وهشوف برضك هنعصج اللحمه بتاعتنا ازاي. تعالوا بقى نشوف هنعمل المكرونه بتاعتنا ازاي. ونبدا اول حاجه كده هنعملها معاكم العصاج. انا كده معايا طاسه هنزل بيها فيها شويه زيت، ومعايا بقى بصلتين. معايا كده بصلتين فرمون في الكبة. لو ما في مش عندك كبة، قطعيهم خرز صغيرة تكون ناعمة. انا بحب افرم البصلة بتاعتي العصاج بتاعتي في الكبة، وبعدين بقى بنزل بيها الاول اشوحها كده واحس ان ايه هي دبلت معايا كده واستطرت معايا. وبعدين بقى بنزل باللحمة على البصلة. ما بحبش ان انا انزل باللحمة الاول وبعد كده فوق البصل. انا بحب ايه اشوح البصلاية بتاعتي الاول. كده هنزل باللحمة. اللحمة لسه متلجة شوية، فانا ايه هقلب البصلة عليها كده عشان تفك. كده اللحمة بتاعتي فكت اهيت وقلبتها مع البصلة. هنزل بقى على اللحمة ديت بطماطمية كده مقطعاه صغير وفلفل احمر وفلفل اخضر. انا بحب احط طماطم. الطماطم بتخلي العصاج بتاعنا مسكر، بتخلي المكرونة طعمها حلو. انا بقى هقلب الفلفل والطماطم مع اللحمة. وبعدين بقى بعد ما بحط الطماطم والفلفل بحط التوابل. معايا معلقة من الملح، معلقة صغيرة، معايا فلفل، ومعايا بصل بودرة، وديت بهارات. بصل بودرة وتوم بودرة، ونص معلقة من القرفة كده على زنجبيل، وبهارات وفلفل وملح. تمام. كده بقى هنزل بالبهارات على اللحمة وهقلبها. كده بقى انا خلصت العصاج بتاعي كده هسيبه بقى يستوي. ما تنسونيش باللايك، وتكتبوا لي كومنت حلو منكم كده زي العسل زيكم. بحبكم في الله. ولسه اول مره تشوف الفيديو ما تنسيش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده بقى انا خلاص هسيب العصاج بتاعي يستوي. واحنا مش هنبطل تقليب ولا ايه؟ كل ما اجي اقلب هوريكم معايا. خلاص هو اصلا العصاج بتاعي استوى وبقى زي الفل يعني. فكده هو خلاص بقى تمام وزي الفل. تعالوا بقى نشوف هنسلق المكرونه بقى ونكمل بقيه المكرونه. انا بقى معايا حله على البوتاجاز فيها ميه بتغلي. هنزل بمعلقه من الملح عشان اسلق المكرونه بتاعتي مش عايزه اسلقها قوي، انا عايزاها بس ايه نص سوا، هي كمل سواها في الفرن. انا هنزل بقى بكسين من المكرونه، يعني كيلو. وطبعا الكيس ما بيجيش نص يعني. فانا هنزل بكسين من المكرونه واقلبهم بقى واسيب المكرونه بتاعتي تاخد نص سوا كده. انا بقى معايا حله فيها شويه زيت ومكعبين من الزبده عشان هنعمل البشاميل. انا بحب البشاميل بتاعي يكون خفيف مش تقيل. فانا كده نزلت ب7 معالق من الدقيق. تمام. انا ما كنت فاكره ان انا بصور وما صورتش. يلا ما علينا. المهم بقى 7 معالق من الدقيق. نزلت بقى بيوم كده على الزبده والسمن والزيت. وايه هقلهم تقلبتين يعني كده، انا مش عايزه احمره. وبعدين هنزل باللبن شويه بشويه. كل ما احس ان هو هيتقل معايا هنزل شويه بشويه. انا نزلت بكيلو من الحليب. البشاميل بتاعك لما بياخد لبن وبيبقى يعني واخد لبن وشبعان لبن بيبقى طعمه حلو قوي وبيبقى حلو. انا نزلت بالكيلو اللبن وهنزل بقى بمغرفتين في ميه من بتاعه المكرونه بتخليها طعمها حلو قوي. معايا بقى كده شويه جبنه من الشيدر.
هنزل برضو بيها على البشاميل، هتخلي البشاميل بتاعنا طعمه حلو. وهنزل بملح وفلفل بس فقط، ملح وفلفل. وهقلبها بقى لغايه ما ايه، ما الاقيه خفيف معايا كده، لحد ما انا عايزاه القوام اللي انا عاوزاه يعني. انا مش بحب البشاميل بتاعي تقيل، ما البشاميل بتاعك يكون خفيف بيخلي المكرونه جوسي وطعمها حلو. وبرضو اللي بيخلي طعم المكرونه بتاعتنا حلو المعلقه ميه المكرونه، مغرفتين من ميه المكرونه. كده البشاميل بتاعي جاهز، شايفينه؟ انا مش بحبه تقيل. والمكرونه بتاعتي انا مش بغسلها، هي استوت نص سوا وبصفيها. ما تغسليش المكرونه بتاعت البشاميل عشان تفضل متماسكه معاكي وتطلع الخرطه بخرطتها. انا حطيت بقى كبشتين كده من البشاميل، وهقلب المكرونه بتاعتي كلها. انا عايزه المكرونه بتاعتي كلها تتجانس بالبشاميل. ماشي يا حبيب قلبي. كده بقى انا معايا صينيه، هنزل بقى بشويه من البشاميل في قعر الصينيه علشان المكرونه بتاعتنا ما تلزقش وتطلع ومبقاش فيها اي حاجه. خلاص، انا نزلت بمرفتين من البشاميل، وهنزل بقى بالمكرونه. هنزل بقى بنص كميه المكرونه في قعر الصينيه. وبكده بقى انا بساوي المكرونه بتاعتي في الصينيه. احاول ان انا ما اسيبش مكان فاضي، بظبطها كده بايديا، وبعدين بنزل بقى بالعصاج على المكرونه. العصاج بتاعي تحفه، طعمه حلو قوي. الطماطم بتخليه طعمه مسكر وحلو. ما عندكيش طماطم، معلقه صلصه وحطيها برضك، مفيش مشكله لو مش عايزه يعني تحطي طماطم متقطعه. انا بقى بدات اسوي اللحمه بتاعتي على المكرونه كده، اسويها كلها. وبعدين بحط بقى على الوش كده مغرفه من البشاميل. انا بعشق حاجه اسمها بشاميل، بحب البشاميل كتير، فعشان كده انا بحب احط على اللحمه مغرفه من البشاميل. وبعد كده بنزل ببقيه المكرونه بقى على اللحمه. انا قسمت المكرونه نصين، وبعدين برضو سويتها وضغطت عليها كده بايديا عشان تطلع الخرطه متماسكه. وبعدين بقى بنزل بالبشاميل، بقيت كميه البشاميل على المكرونه من فوق. وبكده بقى المكرونه بتاعتي خلصت معايا بيضه وعليها رشه من الفلفل. وهنزل على وش البشاميل. مش عايزه برضو تحط بيض، عندك جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، حط على الوش وهتبقى حلوه زي الفل برضو. انا كده بقى حطيت البيضه وهبدا اوزعها كلها على الوش عشان تطلع بقى بوشها كده وتطلع حلو. خلاص كده المكرونه بتاعتنا خلصت، تخش الفرن. وتعالوا يلا بينا نشوفها بعد ما خرجت من الفرن. يا سيدي على الجمال، حاجه كده تحفه، طعم وريحه حلوه قوي. جربوها بالطريقه ديت، وعايزاكم بقى تقولي رايكم في الكومنتات. وعايزه منكم بقى كومنتات حلوه كده واللايكات بقى، وترفعوا عشان الفيديو يرتفع. بفرح قوي بكومنتاتكم الحلوه ولايكاتكم الجميله. بحبكم في الله، احلى متابعين. انا كده بقى اقطع المكرونه. انا سبتها بردت شويه، هديت شويه. عايزه المكرونه بتاعتك تطلع خرط كده، تسيبها تهدى شويه. هي لو سخنه هتتفرول منك. اكيد يعني طبعا ان هي بتتفرول اول ما بتطلع من الفرن وتيجي تقطعيها. لكن انا سبتها هديت، سبتها برضك في الفرن وسخنه على فكره، بيطلع منها دخان. ده دخان طالع منها اهو. سبتها في الفرن هديت كده وقطعتها، شايفين؟ ولا لازقه في الصينيه ولا متماسكه ولا ماسكه في الصينيه من تحت، طالعه الخرطه بخرطتها. شايفين بقى؟ جوسي وجميله قوي وطعمها حكايه. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى بلايك وكومنت حلو منكم كده، وتقولوا رأيكم في الكومنتات. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.